يا ترى حد فينا سأل نفسه قبل كده هو احنا ليه بنخاف من الموت؟ النهاردة أنا جاي أحكي لكم الحكاية دي من بدايتها لنهايتها، حكاية الطريق اللانهائي. تخيلوا كده لو كل واحد فينا ماشي في الشارع وفوق راسه يافطة مكتوب فيها هيموت ازاي. واحد مكتوب له حادثة سير، واحد سرطان، واحد سكتة قلبية، حتى كوفيد-30. تفتكروا لو اليافطات دي موجودة خوفنا من الموت هيقل؟ الحقيقة إن معظمنا بيخاف لسبب واحد، وهو إننا فاهمين إن الموت هو النهاية. بس الحقيقة اللي لازم نعرفها إن ربنا خلقنا عشان نخلد، مش عشان ننتهي. الموت ده مش نهاية الطريق ولا حاجة، ده مجرد مطب أو استراحة على الطريق اللي بدأ من أول ما اتولدت ومكمل بيك للخلود اللانهائي. عارفين، في الفترة دي إحنا بنفقد الإحساس بالزمن تماماً مهما طالت المدة، 100 سنة أو حتى 1000 سنة. أول ما تصحى هتحس إنك يدوب نمت شوية وصحيت. في ناس كتير بتقول أنا خايف أموت وأسيب عيالي لمين؟ الحقيقة إن ولادك كمان هيموتوا وولاد ولادهم هيموتوا. بس استنوا، في خبر حلو قوي. الخبر الحلو إنكم هتتجمعوا تاني بعد البريك القصير ده بإذن الله. هتتجمعوا وتفضلوا مع بعض للأبد من غير أي فراق أو وجع. طيب، خايفين تموتوا عشان مش مستعدين تقابلوا ربنا؟ طول ما فينا الروح إحنا نقدر نرجع، نقدر نعمل يوتيرن قبل فوات الأوان. إياك تبيع الخلود عشان الشوية اللي هتعيشهم دول في الدنيا. ببساطة، الموت هو نقطة انتقالك من سجن الدنيا بهمومه وابتلاءاته للحرية والحياة النهائية. مش مهم ازاي هتنتقل، المهم المكان اللي انت رايح له. أيوة، أنا كده استفدت إيه؟ أعمل إيه دلوقتي عشان أرتاح؟ الموضوع بسيط، 3 حاجات بس يمسحوا الخوف ده من قلبك تماماً. وحد الله ولا تشرك به شيئاً. لو عندك حقوق للناس ردها ليهم دلوقتي واطلب منهم العفو والسماح. 3، عندك كبائر أو ذنوب بطلها واطلب من ربنا المغفرة. شفتوا بسيطة إزاي؟ الخلاصة يا جماعة والدروس اللي لازم نطلع بيها إن باب التوبة دايماً مفتوح. الفراق مجرد بريك قصير، واللقاء أبدي، والموت بداية مش نهاية. كفاية بس تعرف إنك رايح للي هو أحن من الأم على طفلها. وخليك دايماً فاكر، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لو الحكاية عجبتكم واستفدتوا منها ما تنسوش تتابعوا صفحة نور ساينس AI عشان تشوفوا محتوى مبهر ومفيد كل يوم. كان معاكم محمد ربيع، نتقابل في طريق الخلود. إلى اللقاء.